تبدا، وواحد العدد ديال الامور تمت. مع الاسف فعلا ربما انه كان من الافضل ان يكون رد فعل قبل ذلك، لكن يمكن لي نقول لكم باننا تحنت بغتنا كاحزاب سياسيه، تحنت بغتنا ولم نكن على علم باي شيء، ولم نكن على علم بهذه المواضيع. واعتقد انه من الصعب جدا ان شي حد يمكن له يقول بانه قبل شهرين او 3 شهور كان في علمه هذا المشروع. ما كان في علمنا هو بعض المشاريع المعزولة، مثل ما تم في البداية في الأصل داك الشيء ديال الكاروسال والبداية ديالو، بعد ذلك ما تم بالنسبة للفندق ديال فور سيزونز اللي ولا في بلاصة ماريفيي، وكذلك الكلام على إمكانية تشييد شي فندق أو جوج في أفق 2030. ما كانش أكثر من هذا الشيء. الآن دخلنا إلى مشروع أكبر وأضخم اللي هو عمليا يعني مسح هذا الحي بكامله وتشييد شيء جديد فوق. طبعا أنا أعلم بحكم المسؤوليات اللي تحملت قاعد ديك الكلام المرتبط الذي يقدم في الوثائق بالمناسبة باللغة الفرنسية، الكلام الذي يتكلم عن ريكاليفيكاسيون urbaine، عن كونستروير لا فيل سور لا فيل، المهم ديك المفاهيم التعميرية أعلمها جيدا. هادشي كله جميل وحنا ماشي ضده، حنا ماشي ضده، شريطة أنه تبنى كما بني في عدد من الدول، وهناك تجارب كنتكلم على دول راقية متقدمة. هادشي كيتبنى على الإشراك ديال الناس، على الإخبار، على النقاش، على التفاوض، وعلى أنه لقاو ولو أنها كتكون الحلول مستعصية والحالات متعددة. ولاحظتوا بأنه كاين الملاك من صنف واحد، يعني أصحاب العقود التوثيقية، الملاك من صنف جوج اللي هما عندهم العقود العدلية، كاين الكراية، كاين المحلات التجارية، كاين يعني. ولكن في هذا الشيء كامل راه كانت هناك تجارب عبر العالم اللي فيها هذا الشيء ديال هاد المفاهيم اللي تكلمت عليها، واللي لقاو فيها حلول مبنية على إشراك الناس كما تكلمتي على ذلك. كاين تجارب ديال بيروت مثلا أو ديال مناطق أخرى اللي تمت فيها إشراك ديال الناس أو إدخالهم في المساهمة في شركة ديال إعادة التهيئة ديال هذا الشيء كامل أو غير ذلك.